السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة طبخ وحلويات. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا الكعبة. تتمة فيديو سابق اللي كنت حضرت فيه العجينة ديال الكعبة. ما كنبغيش ندير فيديوهات طوال، داكشي علاش كنضطر اني نقسم الفيديو الا قدرت الى اجزاء هكا باش ما كيجيكمش طويل وما كتدوخوش وما كتلفوش هكا. الا بغى شي حاجه كيمشي يقلب عليها. هنايا كيف ما كتشوفوا الكعبه كيف ما جات معلكه وجات زوينه بزاف. كنتمنى ان شاء الله تتبعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. المهم انا هنايا في هاد الوصفه انايا خدمت معكم نص كيلو ديال اللوز. نص كيلو ديال اللوز اللي هو اول حاجه طحنته هكا هرمشته كيف ما كتشوفوا هنايا مهرمش. وهنايا ضفت ليه السكر ديجا، ضفت ليه السكر حبيبات اللي ناعم. الا ما كانش عندكم هذاك السكر الناعم طحنوه شويه عاد خلطوه مع اللوز. هاد الطريقه هذه مهمه جدا، وهاد هاد المرحله مهمه جدا انكم ما تضيفوش السكر مع اللوز. يكون حب ضروري يكون اللوز مطحون شويه باش ما يجيكمش فيه هذاك الحبيبات وما يجيكمش حرش، تجيكمش العقده حرشه. صافي ضفت ليها 2 معالق ديال الجليكوز. تقدروا تبدلوا بلاصه الجليكوز ديروا المشمش، هذاك المربى ديال المشمش او ديال الليمون. من الاحسن ديال الليمون كيجي رائع زوين بزاف. صافي وكتخلطوا هاد المقادير، تخلطوها مزيان، تدخلوها مع بعضياتها بيديكم بحال هكا. ومن بعد ندوز ان شاء الله باش نطحن. انا عندي هذاك الطحانه ديال ليدل. بالنسبه للمغرب الناس اللي في المغرب يقدروا يستعملوا الطحانه ديال اندو 3 ولا يمشيو عند يخرجوا برا. كاينين موالين هريان هذوك العطاره اللي كيطحنوا العقده. كتكون عندهم ماكينه خاصه بالحلويات اللي كيجيو كيطحنوا يوميا العقده ديال اللوز. ابار هذيك العقده ابار هذيك الطحانه ديال العطريه وداكشي كتكون خاصه ديال اللوز. كيطحنوا وكيقضيو الغرض هكا. بالنسبه للعيالات اللي كيخدموا في هذا الدومين كتكون عندهم كميات كبيره ديال اللوز اللي خاصها تطحن، فكتجيهم يعني احسن انهم يستعملوا يطحنوا يعني برا. الا كانت عندكم طحانه في الدار من الاحسن. انا عندي الطحانه ديال ليدل كبيره، كتهز ليا كميه كبيره وفي نفس الوقت كطحن ليا مزيان. الصراحه كتجيب العقده واعره بزاف. صافي هنايا كنبقى ناخذ كميه شويه بشويه وكنطحنها في الطحانه. ما كنديرش كميه كبيره هكا باش ما كنخرجش على الماكينه. وفي نفس الوقت العقده كتكون دغيا كتطحن. صافي هنا غادي نزيد كما كتشوفوا في الفيديو راني زدت عاوتاني طحنت وكنشوف القوامش صافي مزيان. المهم كنبقى ندير بحال هذيك الخطوات حتى تطحن. صافي كتجيب العقده صافي كتكون مطحونه مزيان ومعلكه. صافي كتبدا تطلق الزيت ديالها. صافي كندوز باش نكمل العقده ديالي. صافي هنايا غادي ندير قسمتها هنايا على 2 اجزاء. صافي ومن بعد طحنت كلشي صافي وخلطت الخليط كامل. من بعد غادي نوريكم المرحله اللي جايه. المرحله الجايه صافي ملي كنطحن اللوز وكيتعلق غادي ندير فيه الماء الزهر. تقريبا انا نص كيلو ديال اللوز كندير فيه 4 كاس ديال الماء زهر. 4 كاس ديال الماء زهر غادي تخويه دقه وحده وتخلطوا. كتجي العقده كتجي رائعه وكتجي ما كطلق لك لا زيت لا والو. ها نتوما هذه هي العقده. صافي هنايا كما كتشوفوا جبت 4 كاس ديال الماء زهر وخويته كامل كيف ما كتشوفوا خويته كامل. وغادي نبدا ندخل فيه شويه بشويه. كاين اللي كيدير الماء زهر شويه بشويه. في هذه المرحله كتبقى العقده تطلق لك الزيت وكتحاولي تبقاي تضيفي الماء زهر شويه بشويه وكتبقاي ديري هذه المرحله
عاوتاني الزيت ملي كيخرج لك من اللوز خاصك تعاود ترجعيه للوز. كتعذبي شويه، ولكن هاد الطريقه هذه الصراحه اللي كنت خديتها من الاخت جميله بن رقيه كتهنيك من هذاك الزيت ما كتشوفيش نهائيا وصافي، وكتجيك العقده ديالك كتجيك رائعه وزوينه وما كطلق لك لا زيت لا حتى شي حاجه. صافي كيف ما كتشوفوا هذه هي الطريقه هنايا. صافي راه العقده راه بانت، راه جات زوينه بزاف. صافي تقدري دوزي تخدمي بها مباشره. الا كنتي باقا ما عجنتيش العجينه ديالك كتخليها ترتاح بيد دوزي تعجني العجينه صافي وتوجدي توجدي المسائل ديالك. هنايا خديت 50 غرام ديال الزبده، 50 ديال درتها نوازيط صافي، وكنضيفها مع المقادير. صافي كنضيفها بحال هكا كيف ما كتشوفوا 50 غرام ديال الزبده. ما تقولوش راه اللوز راه فيه الزيت صافي راه ديجا فيه الزيت ديالو ما نحتاجوش الزبده، لا ضروري هذه المرحله كتعطيك واحد المذاق رائع. هذيك الزبده كتبقى عرفتي ريحتها عاطيه في الكوزينه ملي كتدخليها هي الاخرى، هي اخر حاجه كديرها هي الزبده اللي كتكوني ذوبتيها ودرتيها نوازيط صافي. وكندخلها هكا في المقادير ديالي وصافي. وها هي العقده ديالي الحمد لله واجده، جات رائعه معلكه زوينه رطبه جاهزه باش نخدم بها. كيف ما كتشوفوا انا كنوريكم العقده كيفاش خرجات عاطيه الطوع، كتلويها كيف ما بغيتي، ما غتهرس ما غتقرب ما وقع عليها حتى شي حاجه صافي. وندوزو دابا الطريقه ديال تحضير الكعبه مباشره. صافي هنايا من بعد ما وجدت العقده ديالي سرحت العجينه. انا العجينه كنسرحها من واحد كتكون هي الغليظه حتى النمره 5. صافي النمره 5 كتكون هذيك هي النمره اللي غادي نحبس فيها صافي. كيف ما كتشوفوا الفيديو كنحط العقده ديالي كندير بزاف ديال الحبات، وفي نفس الوقت كنحاول كيف ما كتشوفوا كنشكل الحبات ديال الكعبه شويه بشويه. كنبقى نحبس الحبه بيدي من الجناب بحال هكا وكنورك بصبعي صافي. وكنطلع انا كتعجبني الكعبه تجي طالعه هكا واقفه، ما كتعجبنيش تجي هكا طويله يعني على شكل الطول. كتعجبني تجي واقفه، واخا تجي قصيره ماشي مشكل ولكن تجي طالعه تجي واقفه صافي. وكنقطع الجوانب بحال هكا. بغيتو تخليوه هكا سامبل تخليوه، ما بغيتوش تخليوه سامبل تقدروا كتنقشوا هذيك النقيشات من الفوق صافي. كاين لا بغيتو المره الجايه ان شاء الله ندير لكم الكعبه اللي منقوشه كامله، ولكن المهم انا كنفضل هذه الكعبه بحال هكا يا اما سامبل يا اما كتنقشوها غير من الفوق شويه صافي. غادي نستمر بحال هكا حتى نكمل الحبات اللي عندي كاملين. نص كيلو تقريبا خرج ليا 50 حبه هكا، 50 حبه نص كيلو، ولكن الحبات صغار حبات ماشي كبار. كل ما كانوا الحبات اكبر كل ما كانوا كيكون العدد اقل صافي. هادشي اللي كاين بالنسبه للناس اللي كيبغوا الكعبه كبيره شويه كديروا فيها 20 غرام. انا كنفضل ندير فيها غير 17 18 غرام. انا زدت هاد الشكيلات زدتهم كاضافه صافي، غير بغيت نشكل شويه الحبات، نشكل البلاطو اللي غادي ندير ان شاء الله هكا باش يجي منوع فيه يعني شكيلات مختلفين صافي. كنستمر بهذا الشكل انا تنكمل الكعبات اللي عندي كاملين. كيف ما كتشوفوا هذه هي الطريقه ديالي من زمان، من يعني من البدايات ديالي انا هذه هي الطريقه ديالي. راه كاينه طريقه في الفيديو مفصله يعني مشروحه، كاين واحد الفيديو قديم يعني من
2017. غادي تلقاو الفيديو راه كاين. طريقه قديمه، ولكن شفت انا الحلويات يعني مؤخرا اعتمدوها، كلشي ولا كيدير هاد الطريقه. صراحه طريقه عمليه وسهله وكتوفر لك الجهد والوقت وكلشي. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتشاركوها مع الاحباب والاصدقاء وتبارطاجيو لتعم الفائده اكيد. صافي انا غادي ندوز نوريكم. ملي غادي نكمل غادي نخليها ضروري، هاد الكعبه ضروري تخليوها تبات ليله كامله، تخليوها تبات. تقدروا تخليوها ليله يومين ماشي مشكل، ما يوقع ليها حتى شي حاجه، بالعكس غادي تنشف وغادي تشد راسها وما غاديش تنفخ لكم في الفران. صافي انا ملي غادي نكمل كيف ما كتشوفوا الحبات كاملين بحال هكا. غادي نخليهم يباتوا، كنخليهم يباتوا. تقدروا تغطيوهم هكا بشي زيف هكا خفيف، خاص هي تخليوها ضرب فيها البرد هكا باش تنشف مزيان. صافي هنا كنوريكم غير النقيشه اللي درت من الفوق. صافي ومن بعد غادي ندوز باش غادي ناخذ البرا. تباتت اكيد كتبات حتى الصباح. غادي ناخذ البرا رقيقه وغادي ندوز على هاد الحبات كاملين، غادي نتقبهم من الجناب ومن التحت، من الجناب ومن التحت. وهادو اللي الحلوه ديال اللوز العاديه كنتقبها من التحت. من الفوق ديجا منقوشه كتكون ديجا منفسه، ولكن من الفوق ضروري من التحت كنتقبها من التحت هكا بتقيبات مفرقين. كيف ما غادي تشوفوا انا غادي ناخذ حبه غادي نوريها لكم. غادي ناخذ البرا وغادي نتقبها هنا كيف ما كتشوفوا من التحت. البرا تكون رقيقه صافي، وكندخل البرا من هنا من الوسط. ضروري كتخرج البرا من الجهه الاخرى. صافي كتستمر بهذه الطريقه على جميع الحبات ديالكم كاملين. صافي وغادي ندوز باش الفران على درجه 150 درجه. الباب ديال الفران كنخليه مشقوق، ما كنسدوش كاع في مره، كنخليه ما بين وبين محلول شويه. صافي كيف ما كتشوفوا هنايا راه كنوريكم كيفاش كندير، كنحاول زعما نزرب. صافي هادشي اللي كاين. قلت لكم جميع الاسرار وجميع الحوايج اللي غادي تستافدوا بها. صافي هذه هي طريقتي انا كيفاش كندير الكعبه. اللي استافد وجرب ونجحت الطريقه ديالي، كنتمنى ان شاء الله تعجبكم وتستافدوا منها، علاش لا. صافي كيف ما كتشوفوا انا هنايا ملي تقبت الحبات كاملين غادي ندخلها للفران على درجه 150 درجه. الفران مشقوق شويه، كنخليها طيب على كنشعل عليها غير من التحت، كنخليها حتى كنحس بها كبدات تطلع الحموريه شويه. صافي كنخرجها كيكون عندي واحد الخليط ديال بيض بيضه ومعها معلقه صغيره ديال سكر كلاصي وشويه ديال المزهر، واحد المعلقه ديال المزهر. صافي وكنخلط هذاك الخليط بيدي، كندوز على كل حبه، كندوز هكا مزيان. ما تخليوش الشريطات ديال البيض ديال البيض فوق الكعبه باش ما يجيكمش الشكل ديالها خايب. صافي كتشدوا. هنا كنوريكم الشكل الاخر كيفاش تقبتو غير من التحت كيبقى بحال ما كينشفش مزيان. المهم ما يتنفخش لكم في الفران، هذا هو المهم. صافي هنايا ملي غادي ندوز على الحبات كاملين كما قلت لكم راني وجدت الخليط ديال بيض بيضاء سكر كلاصي ومعلقه كبيره ديال المزهر. خلطوه غير بشويه باش ما يرغويش لكم، حيت هذيك الرغوه كديرونجي ملي كتكونوا كدهنوا الحبات. صافي كناخذ شويه بيدي هكا. تقدروا ديروا بالشيته ولكن ما كنفضلش الشيته، لان الشيته كتخلي هذوك الشريطات ديال البيض فوق حبات الكعبه وكتجي ملي كتدخل الفران كيجيو هذاك الشراطي كيجيو كحلين، لانه الا حتى دازت عليكم العافيه هكا بغى يتحمر الكعبه كيتحمروا هذوك الشراطي ديال بيض البيض. صافي كيف ما كتشوفوا انا كنحط يدي في بيض ديال البيض كندهن الكعبه ديالي كامله. هنا الكعبه راه ديجا دخلتها الفران
وطابت شويه نص طيبه. ودابا كندهنها بالزربه، غندهنها بهذا البيض ديال البيض وغادي ندخلها للفران واحد شويه هكا بيد من تشمع هذاك البيض ديال البيض يتشمع وكيعطيه واحد البريق. صافي ملي كيخرج الكعبه كتخرج كدهنوها بالناباج، كيكون دافي هذاك الناباج، كتسخنوه وكدهنوا الكعبه ديالكم كامله وكيجي بحال هكا زوين رائع، كيجي غزال معلك وهماوي صراحه، كيجي رائع كعبه لا تعلى عليها. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه، والى اللقاء الى فيديوهات اخرى ان شاء الله.